تخيل تطلع جوالك من جيبك وتفتحه كأنه كتاب، وفجأة يصير قد تابلت صغير. اليوم عندنا تسريب قوي عن أول آيفون قابل للطي من آبل، بس في نقطة بتصدمك حرفياً. لا تطلع من الفيديو، خلك للنهاية، لأن آخر شيء بقول لك وش الشيء اللي ممكن آبل تشيله من الجوال عشان يضبط التصميم بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله فيكم يا جماعة، معكم قناة في اس بالعربي. قبل نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، لأن هدفنا نوصل 20,000 مشترك قريب بإذن الله، ودعمك يفرق معنا مرة. الفكرة الأساسية، آيفون يصير تابلت. الفكرة ببساطة أنك تطلع آيفون عادي، لكن أول ما تفتحه يتوسع قدامك ويصير شاشة كبيرة. حسب التسريبات لما يكون مقفول يعطيك تجربة قريبة من الآيفون الطبيعي، ولما تفتحه يصير تقريبا بحجم شاشة حول 8 بوصات، يعني قريب من آيباد ميني. بمعنى جوال يتحول لتابلت بثواني. السعر اللي قلب السالفة. خلنا ندخل في الجزء اللي الناس كلها تتكلم عنه. السعر المتداول للتسريبات حوالي $2500. تخيل، هذا أكثر من أسعار كثير لابتوبات، وأكثر من ماك بوك إير، وتقريبا ضعف اللي يدفعه أغلب الناس في آيفون رائد. بس الغريب أن السعر يمكن ما يكون أغرب شيء في القصة. ليه آبل بتسوي تصميم مختلف عن باقي الفولد؟ معظم الجوالات القابلة للطي إذا سكرتها تكون طويلة ونحيفة، وتحسها غريبة بيدك، كأنك ماسك ريموت. التسريبات تقول أن آبل ما تبغى هالشكل. الفكرة عندهم أن الجوال وهو مقفول يكون أعرض عشان يعطيك إحساس آيفون طبيعي، وما يصير مزعج بالاستخدام اليومي. آبل انتظرت سنوات قبل ما تدخل، اللي واضح أن آبل ما دخلت المجال بسرعة. التقارير تقول أنهم جلسوا سنوات يراقبون السوق، شافوا مشاكل المفصلات، وشافوا الشاشات وهي تتجعد، وشافوا التجارب المختلفة للأشكال والتصاميم. وآبل معروفة تدخل متأخر، بس تحاول تضبط التجربة لما التقنية تنضج. التسريب اللي جاء من صانعين الإكسسوارات اللي حمس الناس أكثر. تسريب جاي من مصانع الإكسسوارات، لأن صناع الكفرات غالباً يوصلهم مقاسات دقيقة قبل الإطلاق بفترة عشان يجهزون منتجاتهم. واللي طلع مؤخراً قوالب معدنية يقال إنها خاصة بآيفون الفولد. القوالب توضح إن الجهاز وهو مقفول شكله صغير بشكل مفاجئ، بس إذا فتحته يتحول لمساحة عمل بحجم تابلت. الكاميرات وماكسيف، حتى شكل الكاميرات ممكن يتغير. بدل ترتيب الكاميرات المائل اللي متعودين عليه في كثير من الآيفونات الحديثة، التسريب يتكلم عن ترتيب أنظف، عمودي مع كاميرتين. وبرضو في الخلف يظهر شيء معروف، ماكسيف. يعني لو التسريب صحيح بتقدر تستخدم شواحن ماكسيف واكسسواراتك الحالية. وهذا شيء مهم، لأن بعد ما تدفع $2500 ما ودك تعيد شراء كل اكسسواراتك من جديد. المفاجأة الكبيرة في الداخل، فيس اي دي ممكن يروح هنا. ندخل على أكثر نقطة مثيرة. الجوالات القابلة للطي لازم تكون نحيفة جدا، وتركيب كل قطع آبل المعتادة داخل جسم ينطوي ممكن يكون تحدي كبير. وعشان كذا في أكثر من تقرير يقول إن التصميم قد ما يكون ما يعطي مساحة كافية لنظام فيس اي دي الحالي. ولو صار كذا، آبل ممكن ترجع شيء ما شفناه في الفئة العليا من الآيفون من زمان، تاتش اي دي، يعني بصمة داخل زر الباور، مثل اللي موجودة في آيباد إير. صراحة بتكون نقلة كبيرة، لأن فيس اي دي صار هو الأساس في أجهزة آبل الفاخرة. هل آبل تبيها جوال عادي ولا وحش ذكاء اصطناعي؟ على كلام بعض التقارير، آبل ممكن ما تشوف الجهاز كأنه آيفون، بس يمكن تشوفه منصة قوية لجوال يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. ومع اتجاه السوق هذا يفسر ليه السعر المرتفع صار له منطق عند البعض، خصوصاً أن في كلام أن سامسونج تشتغل على أجهزة طي متقدمة جداً، ممكن توصل أسعارها قريب من $2900. وقتها سعر آبل يظل نار، بس مو مستحيل. في عالم الفولد أكبر عقدة الكل يعاني منها الخط اللي بالنص. يبقى السؤال الأهم، هل آبل بتقدر تحل المشكلة اللي للحين تلاحق أغلب الجوالات القابلة للطي؟ التجعد أو الخط اللي يبان في نص الشاشة. لو آبل قدرت تخليه شبه غير ملحوظ أو حتى يختفي تقريباً، وقتها آيفون الفولد بيصير حديث العالم مباشرة. ويمكن هذا السبب الحقيقي اللي خلى آبل تنتظر كل هالسنين قبل ما تدخل.
الحين أبي رأيكم بصراحة. لو آبل نزلت أول آيفون قابل للطي حوالي عام 2026 وبسعر $2500، بتشتريه؟ ولا تشوفه تجربة تقنية حلوة بس سعرها مبالغ فيه؟ اكتب لي تعليقك تحت. لا تنسى اللايك والاشتراك في قناة في اس بالعربي عشان نوصل 20,000 مشترك بأسرع وقت، وشكرا لكم.